شوية عدس بقى بالشعرية في الشتاء اللي احنا فيه ده، وجنبهم بصلاية بشوية خل. يا سلام. أول حاجة عشان نعمل العدس هنقطع 3 جزرات، 4 طماطمات، بصلتين كبار، و5 فصوص من الثوم، وهنشوحهم في معلقة من السمنة. هنفضل نقلبهم كده لمدة 5 دقايق، ونحط عليهم العدس بعد ما يتغسل ونصفيه كويس من المية، وبرضه نفضل نقلبهم مع بعض. بعد كده بنجيب بالظبط مقدار لتر من المية، بنحطهم على نص كيلو من العدس، وبس كده، مش بنحتاج مية تاني. بنقلبهم مع بعض، وبنضيف معلقة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البهارات البيضة، ومرق الدجاج، وبس كده. وبنسيبهم بقى يغلوا كده مع بعض لمدة تلت ساعة. بعد تلت ساعة بنفتح الغطا وهنجرب جزراية، هنلاقيها بقت طرية وخلاص كده استوى معانا العدس. يا دوبك بقى محتاجين ان احنا نستخدم الهاند بلندر علشان نفرمهم. بعد كده بجيب 3 معالق بالظبط من الشعرية، بقلبهم في معلقة صغيرة من الزيت لحد ما يتحمروا معانا اللون الذهبي ده. بضيفهم على العدس. لو لقيتي العدس تقل معاكي تقدري تضيفي كوباية من المية وتسيبيهم يغلوا، بياخدوا 5 دقايق. هنجيب بقى العيش وهنقطعه وهنقليه في الزيت. احلى حاجة العيش ده يا جماعة ما تاكلوه جنب العدس، شوربة العدس العادية او الشوربة بالشعرية، ما بياخدش وقت تماما. تقدري تستخدمي العيش السوري او اي عيش ابيض موجود. بنضيف عليه رشة من الملح ورشة من الكمون، وبتاكلوا احلى عيش مقرمش. تقدروا تحطوه في الفرن، تقلبوه بمعلقة من الزيت وتحطوه في الفرن لو مش حابين تقلوه في الزيت. يا سلام بقى على شوربة العدس. اما غرفناها، انا بحبها بالشعرية، ممكن ما تضيفيش الشعرية لو انتي حابة تاكلي شوربة عدس من غير شعرية. بألف هنا عليكم مقدمة.